عاملين ايه يا حبايبتي تنولة؟ وحشتوني. النهاردة هنحكي حكاية مصطفى والفستان العجيب. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قرية صغيرة جميلة كان في ولد اسمه مصطفى، ولد شقي وفضولي بيحب يكتشف كل حاجة حواليه. في يوم من الأيام وهو ماشي في السوق مع جدته، شاف محل قديم كده لونه غريب ومكتوب عليه أزياء العجايب. دخل المحل وسأل: يا عم، ايه ده؟ انتيكات ولا لبس تنكري؟ رد عليه الراجل العجوز وقال: لا، دي هدوم سحرية. كل فستان أو بدلة هنا ليه سر. وطبعا مصطفى دماغه انشغلت، وقعت عينه على فستان لونه بنفسجي في نجوم بتلمع، وسأل: هو الفستان ده للبنات بس؟ الراجل قال: لأ، ده فستان سحري يلبسه أي حد يتحول لحاجة غريبة، بس لازم تكون شجاع علشان تكتشف السر. مصطفى مصدقش نفسه، خد الفستان في كيس ورجع البيت، وبعد ما جدته نامت لبسه، وفجأة نور غريب طلع، ولما بص في المراية لقي نفسه فراشة طايرة. أي والله، جناحات ملونة، خفة رهيبة، وبقى بيطير جوه الأوضة. في الأول كان فرحان، بس بعد شوية بدأ يتعب، مش عارف ينزل ولا يرجع لطبيعته. حاول يقلع الفستان، مفيش فايدة. فضل يعيط ويقول: ياه، كنت فاكر اللعب بالسحر هيبقى لذيذ، طلع مرعب. سمع صوت من بعيد، صوت الراجل بتاع المحل بيقول: لازم تتعلم الدرس يا مصطفى، كل حاجة ليها وقتها، وكل حد ليه لبسه ومقامه. وبعد ما فهم الدرس الدنيا نورت تاني، ورجع مصطفى طبيعي، بس كان واخد درس عمره ما هينساه. ومن يومها مصطفى بقى يحب لبسه العادي، ويبطل يلعب في حاجات مش بتاعته، وبقى لما يشوف حاجة غريبة يفكر قبل ما يلمسها. وعاش مصطفى وعاش الدرس اللي اتعلمه. واحنا كمان لازم نفكر قبل ما نجرب اي حاجة، مش كده يا حبايبي؟